السلام عليكم، صباح الخير. نتمنى تكونوا بألف خير وصحة جيدة. مرحبا بكم في القناة دائما مع وصفات رمضان. اليوم غادي نعطيكم الطريقة ديالي في تحضير الملوي، الطريقة اللي صراحة سهلة بسيطة، غتعطيكم كمية كتيرة في وقت اللي وجيز. تبعوا معايا المكونات والطريقة، فغنعطيكم كاع لي زاستيس ديالي باش كنحصل على ملوي اللي كيجي زوين بزاف مقرمش ومورق. فتابعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخير، غنعطيكم المكونات والطريقه. بالنسبه للمكونات البنات، عندي 5 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض اولا دقيق الفورس، ضفت ليهم كاس ونص ديال دقيق الفينو اولا دقيق القمح الصلب. غنضيف كذلك قبيصه ديال الملح حسب الذوق ومعلقه ديال سكر سنيده. ممكن الا ما عندكم سكر سنيده ضيفوا معلقه ديال العسل. وصافي غادي نخلط المكونات ديالي مزيان حتى كيتخلط ليا الفينو مع الفورس مزيان. وصافي كنجيب الماء، عندي هنا البنات الماء بارد من الصنبور، ما كنسخنوش الماء لاننا ما عندناش الخميره في المسمن. وكاينين الناس البنات اللي كيفضلوا الخميره في المسمن، بالنسبه ليا ما كنبغيهاش لانني ما كيعجبنيش المسمن يجي خامر، كيجي رطب، وانا كنبغي المسمن يجي مقرمش. نتوما الا بغيتوا الملوي ديالكم يجي رطب ممكن تضيفوا شويه ديال الخميره، لكن ما تكثروش، غير شويه فقط. صافي من بعد ما كنجمع العجينه ديالي مزيان كنغطيها بلاستيك غذائي وكنخليها ترتاح واحد شويه، تقريبا واحد 15 دقيقه. ما غاديش تخمر البنات، فقط كنخليوها ترتاح باش تعطينا الضوء اننا نحضروا المسمن ديالنا بكل سهوله. صافي من بعد ما دازت 15 دقيقه البنات، فكنزول البلاستيك الغذائي وصافي كنحطها في سطح العمل اللي غادي نخدم به. وغادي نجيب جوج ديال الزلايف، وحده فيها الزبده مذوبه، اي زبده عندكم ممكن تستعملوا، وكذلك عندي الزيت. بالنسبه للزيت البنات ما غاديش نستعمل كميه كثيره كيف ما غتشوفوا معايا. وكذلك غادي نجيب واحد الزلافه اللي وضعت فيها شويه ديال الفينو اولا دقيق القمح الصلب، وغنضيف ليه واحد شويه ديال الخميره الكيماويه اولا خميره الحلويات. وصافي غادي نخلط الخميره مزيان مع دقيق الفينو وغادي نحتفظ بها. بالنسبه للفينو مع الخميره فهو اللي كيخلي المسمن ديالنا اولا الملوي كيجي مورق ومفروق كيف ما غتشوفوا معايا في الاخير. فغير تبعوا هاد الطريقه البنات فغتعجبكم بزاف. وصافي غادي ناخد الزيت، غندهن يديا شويه وغندهن سطح العمل، وغادي نحاول نشكل كرات من العجينه اللي عندي، العجينه اللي خليتها ارتاحت وكتكون ولات رطبه بزاف وتخلينا نخدموا بها كيف ما بغينا. بالنسبه للكرات البنات ممكن ديروهم على القد اللي بغيتو والحجم اللي بغيتو، مسمن صغير اولا متوسط. لكن هاد الطريقه اللي غادي نوريكم ما تقدروش ديروا بها مسمن كبير لانكم غتحتاجوا طبله اولا بلون طرافاي اللي يكون كبير بزاف. الا كان عندكم شي بلون طرافاي اولا طابله اللي تكون كبيره ممكن ديروا ملوي كبير. الا ما كانش عندكم فتقدروا ديروا غير ملوي صغير اولا متوسط. الا بغيتوا الطريقه ديال الملوي الكبير خليوها لي في لي كومونتير ونحضروا معكم. صافي غادي ندير انا المسمن ديالي اولا الملوي ديالي يكون متوسط ماشي صغير وماشي كبير كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه. فغنبقى نحضر كرات من بعد ما كنكون دهنت ايديا بالزيت وحتى الملوي ديالي اولا الكرات ديالي فكندهنهم شويه ديال الزيت باش هكا ما دارش عليهم قشره بسبب الهواء. صافي من بعد ما كنسالي فكنغطي بلاستيك غذائي وكنخليهم غير واحد شويه يرتاحوا ماشي بزاف. وصافي كنجي كناخد اكثر وحده طلقات، غالبا كتكون هي اول وحده خدمنا. وصافي كندهن شويه ديال الزيت وكنحاول نطلق الكره ديالي مزيان مزيان، كنورقها مزيان حتى كيبدا يبان ليا السطح ديال العمل. ضروري البنات هادشي علاش قلت لكم ما تقدروش ديروا مسمن كبير بهذه الطريقه. سينو الا كانت عندكم بلون طرافاي كبير اولا طبله كبيره ممكن ديروا مسمن كبير. بالنسبه لي انا عندي بلون طرافاي متوسط فنقدر ندير غير الصغير اولا المتوسط. كيف ما كتشوفوا كنرققها مزيان بحال الورقه ديال البسطيله. كيف ما كتشوفوا البلون دو طرافاي من التحت بدا كيبان. وصافي كنجيب الزبده وكندهن السطح ديال الكره ديالي مزيان اولا السطح ديال الورقه ديالي مزيان. ومن بعد كنجيب الفينو اللي خلطته مع الخميره وكنرش واحد شويه على السطح. وصافي كنبدا نلوي بهذه الطريقه بحال الا غنصايبوا رغيفه، لكن انا ما غنصايبش رغيفه، غنبقى كنلوي حتى كنحصل على مستطيل اللي طويل. فالفيديو واضح البنات وسهل. صافي من بعد ما كنسالي كنهز المستطيل ديالي وكنحاول نرقو مزيان مزيان بهذه الطريقه كيف ما كنوريكم. وصافي كنبدا كنلوي. بالنسبه للبنات ملي تبداو كتلويو
حاولوا تلويو يديكم مرخوفين باش هكا الملوي ديالنا يلقى فين يتورق، ما تزيروش عليه. صافي كنجمع الملويه ديالي بهذه الطريقه، كنحتفظ بها دائما، كنغطيها بالبلاستيك الغذائي وكناخذ وحده اخرى وغنخدمها بنفس الطريقه. انا غادي ندير قدامكم جوج باش تفهموا مزيان. صافي كناخذ الكره ديالي وكنحاول نطلقها مزيان. بالنسبه لكم البنات، الا تقطع لكم الملوي اولا تقطعات لكم العجينه فكيكونوا بزاف ديال الاسباب، من بينها كيكون الدقيق ماشي نوعيه ممتازه. دائما كنخدموا بالدقيق ديال الحلويات اولا ديال المخبوزات. كذلك كتكون العجينه ديالكم ما مخدوماش مزيان، كتكون سوا مرخوفه بزاف سوا ثقيله، اولا كذلك كنكونوا زربنا عليها وما خليناهاش حتى كتاخذ وقتها وكترتاح. بالنسبه ليا البنات كيف ما كتشوفوا حصلت على هذوك الفقاعات اللي كيبانوا، كل ما حصلتوا عليهم كل ما كتكون النتيجه ديال العجينه ديالكم مزيانه. كيف ما كتشوفوا انا ما تقطعتش ليا العجينه، لكن الا تقطعت راه ماشي مشكله البنات، غير حاولوا معها وصافي. صافي كان بنفس الطريقه كندير مستطيل ومن بعد كنحاول نرقو بيديا بهذه الطريقه البنات. الطريقه راها جد واضحه في الفيديو. وصافي كنلوي وبيدي اللي تكون مرخوفه، ما كنزيروش اللويه باش هكا المسمن كيلقى فين يتورق وكيلقى فين يدير لنا الطبقات، لكن الا زيرتو ما غاديش يجي مزيان. صافي بنفس الطريقه كنحاول نرقق وكنلوي حتى كنكمل المستطيل كامل. العجينه البنات راها مرخوفه وكتعطيني الطون انني نخدم بها كيف ما بغيت، لانني خليتها شويه ارتاحت. صافي من بعد ما كنكمل واحد الكميه، لانني انا درت بزاف ديال المسمن، فغادي اللي طلقوا غادي نحاول نخدم بهم، ما نخليهمش حتى تخسر معايا العجينه وما يصدقش ليا الملوي. كيف ما كتشوفوا شي وحدين باقيين ما طلقوش وشي وحدين راهم طلقوا، خاصني نطيبهم. صافي كنوضع المقله ديالي على النار اللي تكون متوسطه وكنبدا نقرص في المسمن ديالي بهذه الطريقه. بالنسبه لكم تقدروا ديروه رقيق اولا غليظ اللي كتفضلوا. انا كنفضلوا رقيق، لكن غندير نص رقيق ونص غليظ حسب الافراد ديال العائله ديالي، كل واحد وكيفاش كيفضلوا. صافي كنرش المقله ديالي بشويه ديال الزيت وكنبدا نوضع المسمن. بالنسبه للمسمن البنات راه كبير، ما جاش صغير بزاف، لان المقله عندي كبيره نقدروا نطيبوا فيها حتى ل4 ديال المسمنات. داكشي علاش كيبان لكم راه صغير، لكن راه متوسط ماشي صغير. صافي كنبقى كنقلب بهذه الطريقه، ما كنغفلش عليه، غير كنرميه كنبقى كل شويه نقلبو حتى كيتحمر بهذه الطريقه. ما تخليوش البنات يتحرق لكم وما تخليوش كذلك يبقى ابيض. والنار البنات ضروري تكون متوسطه، الا كانت النار عاليه غادي يتحرق وما يطيبش زوين، والا كانت النار مرخوفه فغادي غير يقصح ويبقى ابيض. صافي من بعد ما ساليت كنحصل على هذه الكميه ديال الملوي، كيف ما كتشوفوا 15 ملويه فواحد الكميه قليله ديال الدقيق، تقريبا نص كيلو. كيف ما كتشوفوا انا كنحلو قدامكم كيجي مقرمش من الداخل وكيجي مورق، كيف ما كتشوفوا مورق بزاف البنات. انا حليت معكم جوج ديال الملويات بجوج بهم زوينين. انا درت جوج انواع، درت ملوي اللي غليظ وملوي اللي رقيق باش هكا نلبي كاع الرغبات ديال العائله ديالي كامله. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تجربوه لما لا، تبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، مع الاهل والاحباب ديالكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو دعموا القناه بلي لايك بلي كومونتير بالبارطاج، وتابوناو لما لا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. والى الفيديو القادم باذن الله.